أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست خطواتي. عنوان حلقتنا النهاردة في جي، يعني في إيه؟ ده عجبني الإكسبريشن من مسلسل أشغال شقة وقلت نخش كده بيه نخفف الحلقة. هو في إيه بجد؟ هو إيه اللي بيحصل؟ حوادث، تحرش، قتل، سرقة، هتك، حاجات غريبة بقت بتحصل وإحنا مش فاهمين هو في إيه. الموضوع كمان بقى في طريقة الكلام نفسها، يعني تلاقي الناس بتتكلم بأسلوب وحش جدا، ألفاظ مش كويسة، بيمدوا إيديهم هما بيتكلموا. حتى على السوشيال ميديا بنسمع ألفاظ وبنشوف حاجات غريبة. أول مرة في حياتنا نشوف كمية العنف من ألفاظ وسرقة وقتل بقت بطريقة غريبة جدا. المهم لما يتقبض عليه ويتحاكم فالناس بقى تعرف الحكم، بقول بقى خلاص كل واحد هيخلي باله، لأن في قضاء رادع والناس هتخاف. بحس إن الناس بتعاند أكتر وبتزيد أكتر في الحوادث وفي الجرائم، كأنهم في منافسة، مين هيقتل أكتر، مين هيأذي أكتر، مين هيشتم أكتر، كأن الموضوع عادي. السؤال بقى اللي أنا سألت فيه نفسي هو ليه؟ هو في إيه؟ إيه اللي خلى الناس وصلت للمرحلة دي؟ إيه اللي خلى الناس بقت بتزيد في نسبة الجريمة، في القتل، في العنف، في الأسلوب الوحش؟ أقل مشكلة الناس تمسك في بعضها وتمد إيديها على بعضها. دخلت وعملت ودورت وبحثت ولقيت من أول سبب من أسباب العنف هو الفقر. دايما الفقر بيكون سبب إن واحد عنده إحباط، عنده غضب، عنده عنف، لإنه بيلجأ للعنف نتيجة إن هو مش عارف يعبّر عن المشاعر اللي جواه. وهنا مش بنتكلم عن الفقر المادي، كمان فقر الفكر، فقر العاطفة. بمعنى إحنا لو ركزنا هنلاقي إن جرايم التحرش وجرايم القتل وجرايم السرقة مش متوقفة على إن واحد معهوش فلوس، لأ، في ناس أغنيا جدًا معاها فلوس بتقتل. الفقر فقر فكر، فقر عاطفة، فقر في المشاعر، فقر بإحساسه باللي حواليه. اللي بيتحرش هو مش فقير ماديًا، هو فقير عاطفيًا، بيعوّض نقص عنده بالتحرش. الفقير فكريًا هو اللي بيقعد يشتم لإن دماغه فاضية، فبيعوّض نقص اللي عنده بالغلط والشتيمة. كتير أوي، أوي، أوي بيبقى ماديًا مرتاحين، ولكن عقليًا، فكريًا، عاطفيًا فقرا جدًا، جدًا، جدًا. تاني نقطة سبب في العنف أو في الحوادث الكتيرة اللي بتحصل هي الانحراف الاجتماعي. ما فيش دعم، ما فيش توجيه للشخص ده، وده هنلاقيه أكتر في الشباب الصغير والأطفال. العيال متسابين، ما حدش بيقول لهم الصح من الغلط. واتكلمت قبل كده في الموضوع ده كذا مرة، إن الأهالي شايفة إن التربية الحقيقية إن أنا أجيب له فلوس وأدّي له اللي هو عايزه، وده مش صح. لإن معظم المشاكل النفسية والاضطرابات النفسية، الميول العنيفة اللي بتبقى موجودة في الإنسان الكبير اللي هو كان طفل، سببها الأسرة والتربية والبيئة اللي هو عاش فيها. فإذا التربية مهمة، الدعم لازم يكون موجود، لأن قلة الدعم هي دي اللي وصلتنا للمرحلة اللي احنا فيها دلوقتي، وكمية المشاكل وكمية العنف والقتل والجرائم بقت موجودة بصورة غير طبيعية. في نفس نقطتنا التربية هلاقي إن جوه الأسرة بيبقى فيه عنف بقى. الزوج مش مستحمل كلمة من الزوجة أو مش مستحمل كلمة من العيال، فيصب غضبه عليهم ويمد إيده، ممكن لفظيا. كل ده بيعمل مع الوقت مشاكل نفسية بتؤدي إلى طفل عنيف. ده كمان ممكن الست أو الراجل دول هم من العنف اللي جوه البيت بره يصبوا نفس العنف. فكل ده بيدور حوالين نقطة البيئة الصغيرة اللي إحنا عايشين فيها، البيت. البيت ليه دور أساسي جدًا، جدًا في انتشار العنف في المجتمع. في أطفال نتيجة تربية جوه البيت بيتعرضوا لشعور بالنقص، فبيعوّضوا النقص بتاعهم ده برّه على المجتمع. زي ما بتقول كده بينتقم من المجتمع، اشمعنى أنت عايش وأنا لأ، اشمعنى أنت بتاكل وأنا ما آكلش، اشمعنى أنت بتشرب وأنا ما أشربش، أنت بتلبس أحسن لبس، أنت عايش أحسن عيشة.
شُفت كده بوست على إحدى الجروبات، واحدة بتحسد دكتور أسنان على مراته وعلى عياله، بتحسدهم على المستوى الاجتماعي اللي هم عايشين فيه، وشكل العيال ونضافتهم ولبسهم وحُب مراته ليه. قد إيه الموضوع حسسني، هي صعبت عليَّ إن هي بتكتب بوست زي ده، بس في نفس الوقت هو إحنا بقينا نبُص لبعض للدرجة دي؟ هي مش بتبُص، هي عندها شعور بالنقص، شعور إن هُم عندهم حاجات هي مش عندها، فبصِّت، بصِّت وقالت يا بختهم. ده بداية من بدايات الشعور بالنقص. في ناس آآ بتمشّيها مراحل، يعني في ناس بتبُص بس، في ناس بتحقد، في ناس بتأذي، لإن هي عندها إحساس بالنقص. فدرجات النقص أو درجات الشعور بالنقص بتأثّر على السلوكيات بتاعة البشر، فبالتالي بتخش في مرحلة الانتقام. فمن هنا دور البيئة، دور الأهل والتربية، إن أنا أعلّم ابني يبقى شبعان باللي معاه، إن هو اللي أكل رغيف زي اللي أكل نُص، المهم أشبع. اللي معاه هدوم لابسها من لبس بسيط زي بالضبط اللي جايب براندات. إحنا اللي بنعلّم عيالنا الشبع. آخر سبب في رأيي أنا الشخصي، أكيد في أسباب تانية، بس أنا السبب ده دايمًا بيني وبينه ما فيش عمار، هو السوشيال ميديا. السوشيال ميديا خلّتنا نقارن نفسنا باللي حوالينا، خلّتنا نبُص فلان بيعمل إيه، بياكل إيه، بيلبس إيه، بيسافر فين. كل ده ربّى فينا حتّة دول عايشين وأنا لأ، ده معاه وأنا لأ، دي بتخطب أو بتتخطب لواحد وأنا لأ، فخلّى في شعور بالنقص، إن أنا عندي دايمًا حاجة ناقصاني، ودايمًا السوشيال ميديا دي لعبتها، تلعب على إحساس إن أنت محتاج الحاجة دي، مع إن أنت ممكن ما تكونش محتاجها. واتكلمنا كتير في الموضوع ده، وقُلنا قد إيه السوشيال ميديا بتلعب على المُخ، بتأثّر في الناس، بتأثّر في دماغهم. وإحنا آسفة ماشيين وراها، مُنساقين، النداهة ندهتنا ومشينا وراها. اتفرّج بقى على مشاكل العنف، اتفرّج بقى على المهازل اللي إحنا عايشين فيها، من أعمار كبيرة في السِن لأصغر عيّل، بقينا بنشوف حاجات غريبة، عمرنا في مجتمعاتنا ما شُفنا اللي بيحصل ده، نتيجة السوشيال ميديا. أنا في رأيي هي شيطان. شيطان لو أنت ما ركزتش معاه هيخلّيك وهيسحلك وراه في مشاكل أنت في غنى عنها. السوشيال ميديا سلاح ذو حدين، ممكن تستخدمها فيما ينفعك وتبعد فيما يضرك، لإن أنت يوم ما تبتدي تركّز على الحاجات الضارة دي، أنت بتتأذي وبتأذي نفسك وبتأذي اللي حواليك، وده نتيجة اللي إحنا فيه دلوقتي. نتيجة المشاكل والمصايب، بجد أنا باسميها مصايب، لإن أنا عمري في حياتي ما شُفت كمية العنف في المجتمع دي في حياتي. وتعالَ اقرا الأجيال اللي فاتت، لأ، ما حصلش في حياتنا نسبة التحرُّش والقتل والسرقة. يا عم إحنا مجتمع متديّن، يعني بيعرف ربنا، إزاي وصلنا للمرحلة دي؟ في حد بيحارب ديننا، بيحارب أخلاقنا، فإحنا سايبينه وسايبينه يعمل اللي هو عايزه وماشيين وراه. زمان الفقير كان شاكر وحامد ربنا على اللي معاه، كان زمان بنلبس كلنا زي بعض، لو قلنا فلان بيلبس ايه ولا عمرنا بصينا على حد، دايما كنا شبعانين، مفيش حد كان بيبص على حد، لان الدنيا كانت مقفولة على نفسها. حتى في السوشيال ميديا الناس لما بتتنفس بتقول انا اتنفست. انت متخيل احنا وصلنا لمرحلة ايه؟ طبعا مش دي بس الاسباب اللي بتعمل او بتسبب العنف، في أسباب تانية كتير أوي، في المسلسلات والأفلام الغير هادفة، في المخدرات اللي انتشرت بطريقة غريبة جدًا، وبقت خلّت الناس تعمل تصرفات وهي مش واعية. في حلقة النهارده إحنا حطينا إيدينا على أسباب المشكلة، لمّا أعرف السبب هاقدر أتصرف وأعالج المشكلة بناء على الأسباب. محتاجين نرجع زي زمان، نرجع حامدين وشاكرين، نرجع نبعد عن الحاجات اللي بتخلّينا ممكن نخسر نفسنا، لإن الجريمة لمّا بتحصل في لحظة، بس أنت بتخسر عمرك كله. فخلّي بالك من نَفْسك، خلّي بالك أنت بتشوف إيه وبتسمع إيه، لإن خسارة لمّا إنسان يضيع ويضيّع اللي حواليه.